صباح الفل. النهارده عايز ابلغكم اني غيرت اسم القناه من اوتو ادفايزر ايجيبت لموتور اي ايجيبت. واي هنا بتعني حاجات كتيره جدا. اي اولا بتعني اي فيز اللي هي الكتريك فيكلز، يعني المركبات الكهربائيه. انتوا عارفين طبعا ان انا مهتم جدا بالعربيات الكهرباء، وفي السكشن ده هنعمل فيديوهات بتتكلم على كل انواع المركبات الكهربائيه، سواء عربيات، موتوسيكلات، وكل ما يخص شواحن ومحطات شحن الكهرباء. وايه كمان بتعني ايفنتس، وهنا هنغطي كل الايفنتس او الاحداث اللي ليها علاقه بالعربيات والموتوسيكلات اللي بتحصل هنا في فرنسا. ايه كمان بتعني انرجي، وهنا هنتكلم على كل انواع الطاقه المستقبليه زي الطاقه الكهربائيه. كمان هنتكلم على طاقه الهيدروجين، ودي حاجه في المستقبل انا شايف ان هي هتكون منتشره جدا. هنتكلم عن الطاقه الشمسيه، هنتكلم على كل انواع الطاقه اللي ممكن تكون طاقه بديله للوقود التقليدي اللي موجود حاليا اللي هو البنزين او الديزل. ايه كمان بتعني education. وفي السكشن ده هنعمل فيديوهات بتتكلم على القيادة الآمنة، ازاي نقدر نسوق عربياتنا بطريقة آمنة، سواء من ناحية الإرشادات المرورية أو من ناحية النصايح اللي ممكن نقدمها لكم علشان كل واحد يبقى عارف بالظبط يعمل ايه في المواقف الصعبة اللي ممكن يتعرض ليها وهو سايق. ايه كمان بتعني experience. وفي السكشن ده هنتكلم على كل أنواع الخبرات اللي احنا ممكن ننقلها لكم عن طريق الفيديوهات اللي بنقدمها لكم في القناة. وايه بتعني انترتينمنت، يعني هنحاول برضو من خلال الفيديوهات بتاعتنا نعمل لكم شويه انترتينمنت او شويه ترفيه، تشوفوا معانا حاجات جديده مش شرط تكون ليها علاقه بالعربيات، ولكن في السياق. يعني ممكن واحنا رايحين نجرب عربيه نفرجكم على مكان جديد، نفرجكم على بلد جديده. هنحاول نخلي فيه شويه انترتينمنت في الفيديوز اللي احنا بنعملها. واخيرا عايز اقول لكم ان هيبقى في قناتين، موتور اي ايجيبت وموتور اي يوروب. موتور اي ايجيبت هتكون موجهه لمصر وللعالم العربي كله. موتور اي يوروب هتكون موجهه لاوروبا، هتكون الفيديوهات اللي فيها معموله باللغه الانجليزيه. يا ريت بقى تقولوا لي رايكم في اسم القناه الجديد واللوجو الجديد، لان رايكم يهمني جدا. اكتبوا لي رايكم في التعليقات. تابعونا على القناه موتور اي ايجيبت على يوتيوب، فيسبوك، انستجرام، تيك توك، واخيرا سناب شات. وسلام.